السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع ملك الأجهزة محمود عباس. عملنا الفرن البيبي أخيرا، آخر إصدار لشركة الحشاش سنة 2023. الفرن البيبي أو الميني فرن لشركة الحشاش، لكن نار من الجوانب مش فوق وتحت زي اللي كنا عاملينه. ده شكل مختلف خلاص يا جماعة عن التاني كان 2 مفتاح، حتى المحابس بتاعته كانت صغيرة. لا، احنا عملنا دلوقتي نار من الجوانب، حتى المساحة بتاعته لازم تبقى أعرض، عشان طبعا الفونيا اللي على اليمين او الشعله اللي على اليمين وعلى الشمال بتاخد مساحه من الفرن. عشان انا اعمل لك ال60 سم العرض هيبقى الفرن صغير جدا، فمش هينفع من جوه تحط صينيه 30 سم ولا 40 سم، هتبقى صغيره. لا، الناس عايزه حاجه من جوه تبقى 50 في 50 اقل حاجه. فانا دلوقتي عملت الفيديو، وللاسف بعد ما عملت الفيديو لقيته مفيهوش صوت، عشان لو الصوت مش واضح احنا سجلنا صوت جديد وعملنا شرح للفيديو من اول وجديد، عشان المجهود اللي احنا بنعمله ما يضيعش علينا. النهارده عملنا تصميم جميل جدا من شركة الحشاش للفرن البيبي. طبعا هنصوره وهنفتح الفرن وهنشوف الرف اللي جوه. طبعا الشبك اللي كان في الفيديو اللي فات حاجة تانية غير ده. انا هحط دلوقتي صور الفرنين جنب بعض. المقاس يعتبر قريب جدا من التاني، لكن في اختلاف كبير خالص عن التاني. الفرن ده عبارة عن 3 مفاتيح، نار من الجوانب ونار من تحت. عرضه حوالي 72 سنتي، في عمق 55، في ارتفاع 60 سنتي. هو ده الحاجة التشابه الوحيد اللي بين الفرن التاني، اللي هو الارتفاع من الأرض 60 سنتي. هنقدر نحطه على الخامة، هنقدر نحطه على ترابيزة، عايز له قاعدة متوفر له القاعدة بتاعته اللي انت عايزه نقدر نعمله لك. بس اللي هياخد قاعدة ياخد الكبير بالمرة، كده كده هي ايه، التكلفة يعتبر قريبة من بعض. لكن اللي عايز يستخدمه في اي مكان صغير ولا حاجة انصحه، طبعا هيبقى ممتاز جدا. نار من الجوانب، بلاطة مينا، شكل سكراب طبعا فوق الخيال، حاجة مية مية. بس قبل اي حاجة ونتكلم يا جماعة، انا مش عايز الناس تزعل مني. الناس يعني انا هبعت لكم صورة دلوقتي، الناس عمالة تسألني على الفرن البيبي، وانا صورت الصورة دي مخصوص، خدتها كده شوت سكرين عشان ابعتها للمصنع اقول لهم شوفوا الرسائل، الناس قد ايه بتسأل على الافران. عشان المصنع الخامات يا جماعة هي اللي مأخرنا الشغل شوية. والله انا ما بتأخرش عن اي حد، لكن المصنع الخامات والحاجات، في حاجات بتيجي من مستورده يا جماعه، مش كله هنا انتاج محلي. ففي حاجات بتكلف المصنع، وفي حاجات بتتاخر للمصنع، هي اللي بتخلي السوق يعني شايف انت الناس كلها بتروح تتفرج على اي حاجه في اي معرض، عايزه اي منتجات، المنتجات ناقصه في السوق، وانت شايفين الحال عامل ازاي. فمعلش اصبروا عليا شويه، انا هوفر لكم كل حاجه، بس واحده واحده عليا ان شاء الله. انا هصور لكم دلوقتي التصميم الجديد لفرن الحشاش. اول حاجه شكل المقابض الجديد، عاملين شكل جميل، عاملين زي غرفة كده تقدر تدي حماية للمقابض من شركة الشحن، من التحويل، اللي انت حد هتخبط اي حاجة، مختلفة شوية عن النظام العادي. نفتح كده الباب ونقول بسم الله. تصميم جميل طبعا للمقبض بتاع شركة الحشاش. وادي شكل الفرن من الداخل. طبعا الفرن فتحة الباب بيضاوية، بلاطة مينا، ومعانا الرف المتحرك زي الفرن الدبل اللي احنا كنا عاملينه. نقدر نستخدم دلوقتي الفرن معانا دورين، دور تحت ودور فوق. استخدامه طبعا هيبقى اسهل مما تتخيل، تسوي تحت وتطلع فوق الحاجة وتدخل صينية تحت تاني تقدر تشتغل عليها. بيولع طبعا من تحت ومن الجوانب. التصميم بتاعه خرافي وممتاز. لازم فتحة الباب تبقى بيضاوية كده عشان كتم الحرارة. النهاردة الناس اللي بتقول الفرن لما بيجي يشتغل النار بتطفي، يقفل الباب النار بتقفل، لا، المفروض يا جماعة اثناء الاستخدام بنحط السيخ الحديد ونخلي الباب موارب. الفرن ده عبارة عن جزئين، جزء داخلي وبعد كده العازل الحرارة او بيت النار، وبعد كده العازل الحراري، وبعد كده الشكل الخارجي. فالاكسجين جوه ما بيبقاش كفايه، لازم نسيب الباب موارب عشان كميه الاكسجين تخش جوه الفرن براحتها، والفرن ده انه شغال النار ما تطفيش، فلازم نسيب الباب موارب. ده افضل حاجه في الاستخدام. البلاطه طبعا المميزه المينا بتاعتنا، نشوف شكلها عامل ازاي، حاجه جميله. محدش يقول لي بتلزق في العيش والكلام ده كله كلام فاضي. بتقدر تستخدمها ولا اي حاجه بيحصل فيها، استخدام امن مليون المية على مسؤوليتي الشخصيه. مفيش اي حاجه بتلزق فيها ولا اي حاجه. العرض بتاعنا زي ما احنا موضحينه اهو في الفيديو، شايفين التشطيب يا جماعه، اللون الاسكريب الصراحه حاجه عظمه. حتى الظهر عملنا اللاكور زي الافران التانية، الناس ما كانتش عاجبها اللاكور اللي بيطلع مره واحده، ده بيقولوا مثلا خطر او ممكن يتكسر. عملنا اللي هو واخد زاويه 90 درجه او زاويه قايمه. كمان عاملين ظهر جميل اهو، شوف عاملين ازاي، اللون بتاعه الممتاز بالاصدار بتاع المصنع، السيريال نمبر.
الصراحة تصميم خرافي. يعني انا كان نفسي الصوت اللي انا كنت بقوله في الاول يبقى ظاهر. انا كنت قلت حاجات اول مرة ان انا اسجل صوت بس عشان اركبه على الفيديو، لكن ان شاء الله هو ده اغلب الكلام اللي انا قلته. اهم حاجة الخطوات اللي انا قلت عليها يا جماعة. الفرن سعره 3050 جنيه بالرف الداخلي، من غير الرف هينقص 100 جنيه. بس الرف طبعا مهم جدا جدا. الرف ده في الافران التانية المقاسات التانية احنا بنبيعه 150 جنيه، لكن ده عرض عليه نازل الفرن 3050. والبيب الصغير على فكرة ممكن سعره زاد عشان هنعمله بلاطة مينا، غالبا هيبقى سعره حوالي 2400 او 2500، لكن تكلفة النار من الجوانب بتبقى اكتر. كمان الفرن ده اكبر من التاني. كمان هنعمل فيديو ان شاء الله عن التنور المندي 3 كيلو، اصغر تنور مند في مصر. ان شاء الله هنعمل له فيديو لوحده باذن الله. احنا بنقدم كل الجديد. احنا سمينا قناتنا ملك الاجهزه عشان نصور الحاجات المميزه يا جماعه. احنا مش عايزين نصور فيديوهات وخلاص. انا عندي منتجات كتير، حتى هجيب دلوقتي الكاميرا عليها. عندي شغل، عندي بوتاجازات، عندي افران تانية، عندي حاجات تانية كتير. بس انا ما بحبش اعمل فيديوهات ناس زمايلنا او ناس معارض تانية عملوها. هبقى انا تقليدي، انا هعمل لك فيديو تيجي تخش مثلا على بوتاجاز يونيفرسال ولا فريش، هتلاقي 100 صفحه عامله بوتاجاز فريش. انما لما اعمل لك حاجه قبل الناس، حتى افران الحشاش انا اللي بعملها قبل ما اي زميل لينا او اي معرض تاني بيعرضها. انا طبعا انا الوكيل الاساسي للمصنع او الموزع الاساسي للمصنع، فلازم اي حاجه جديده بتعملها انا بتجيلي. كمان الحمد لله انا بعمل لهم، يعني بصمم تصميمات، والناس يعني الصراحه ما بيتاخروش عليا في اي حاجه. الناس افضلهم علينا يعني. اي حاجه احنا عايزينها في التصميم الجديد محدش بيبخل علينا باي حاجه، واحنا وظيفتنا اللي احنا نعرض للناس كل الجديد. عشان كده احنا سمينا قناتنا ملك الاجهزه. بنعمل شغل عظمه. الفرن الحشاش صراحه الجديد تصميم ممتاز. الفرن ده ممكن نعمل منه كذا مقاس، ممكن عايزه الارتفاع 80 عادي، ارتفاع اللي هو الصغير بجميع المقاسات نقدر نوفره. فان شاء الله دعواتكم لينا. اتمنى ان انتوا تشتركوا معنا في القناه طبعا عشان كل جديد يوصل لكم. وباذن الله اي حد عايز اي حاجه معاه استفسار عن اي منتج يبعت لي رسالة في الكومنتات. لو انا ما بردش على الكومنتات بتبقى كتيرة، اتصال مباشر، ارقام بتظهر دايما على الصفحة، اتصال مباشر عليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.